ده العشر الأوائل للشهادة الابتدائية هم فلان وفلان وفلان حصلوا على الدرجة النهائية 300 من 300 من مدرسة الشبان المسلمين، والتي يديرها المستشار محمود الرشيدي. مدرسة الشبان المسلمين يديرها السويس، والتي يديرها المستشار محمود الرشيدي. لا تاني يا بيه، مدرسة الشبان المسلمين في السويس التي يديرها المستشار محمود الرشيدي، اللي هو نفسه ده. طب وده يجوز؟ لا يجوز طبعا. يعني ده طبعا لا يجوز، بس المشكله مش في ده، المشكله في لا واحده بس. والخبر ده موجود في الاهرام بتاريخ 6/6/2013. يا ريت الناس تعمل عليه سيرش في جوجل. 6/6/2013. وفي اسم الراجل ده؟ بيدير مدرسه الشبان المسلمين في السويس. يمكن انت ما تراجع تاني يا استاذ سيف مشاور. يا فندم انا جاي لك في الكلام. الموضوع يعني ده اول حلقه فيه، لسه يعني. وفي حاجات تانيه؟ ماشي اتفضل. جريده اسمها جريده شعب مصر. كل ده الناس اللي بقوله ده يعملوا عليه سيرش في يا جماعه. هاتوا ورقه وقلم ومرايه، بلاش مرايه، هاتوا ورقه وقلم واقعدوا اكتبوا التواريخ ورا سياده المستشار. يعني الخبر الاولاني الاهرام 6/6/2013. الخبر الثاني جريده شعب مصر 10/3/2013. قالت ايه؟ قال المستشار محمود الرشيدي مدير مدرسه الشبان المسلمين بالسويس لجريده شعب مصر ان مشكله المدرسه منذ اكثر من 60 يوم قمنا بتصويرها. المجاري طفحت في المدرسه. خليها دي اصل المشكله. هو نفس المستشار. انا جاي لحضرتك في الكلام. ينفع يجوز؟ هل يجوز يشتغل؟ شفت بقى؟ هو نفس المستشار. هو لا شوف شغل هو وده يجوز.